ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. صلوا على النبي حبايبي، ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه، عايزه القناه تكبر بيكم ان شاء الله. بص حبايبي، ان شاء الله النهارده هنعمل الهريسه الاسكندراني. تمام. طيب هجيب بوله كده وهحط فيها نص كيلو من الدقيق السميد. دقيق السميد اللي هو السايب اللي بيبقى عند العطار، ما بيبقاش عليه اي اضافات. تمام. ان هو دقيق البسبوسه. وهنزل عليه ده، هنحط المكونات الجافه دلوقتي كده نص كيلو من الدقيق البسبوسه. تمام. وهنزل عليه بمعلقتين من الدقيق الابيض العادي، معلقتين من الدقيق الابيض العادي، ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. احنا يا حبايبي بنعمل الهريسه مش البسبوسه. تمام. في فرق. دي كده المكونات الجافه. تمام. هنيجي للمكونات السائله بتاعتنا. طبعا الهريسه بنحط لها دقيق ابيض، البسبوسه ما بنحط لهاش دقيق ابيض. الهريسه هنكرمل لها السكر. البسبوسه ممكن في ناس بتعمل اللي هي البسبوسه المكرمله، بس مش على طول، فاهميني؟ كده هكرمل كوبايه من السكر. نرجع دلوقتي طيب للهريسه بتاعتنا. هجيب حلة وهنزل فيها بكوباية من السكر، هوزعها كده في الحلة. تمام. وفي الحالة دي مش هلمس السكر خالص ولا هقلب فيها، هسيبه لغاية لما يتكرمل معايا على الجناب كده. ليه؟ لما اقدر اتدخل بالمعلقة بتاعتي، يا ريت يبقى معلقة خشب او اسباتيلا. تمام. وادي منظر السكر بتاعنا بعد ما تكرمل. وبالله عليكم في المرحله دي ما تخلوش يبقى في اطفال حواليكم، عشان لا قدر الله اللسعه بتاعتها وعره جدا. تمام. كده بعد ما السكر اتكرمل نزلت عليه بكوبايه من اللبن. تمام. انا السكر قفش معايا كده عشان اللبن كان بارد. لو هو هيرجع يفك تاني، ما تقلقيش، ما باظتش الوصفه ولا حاجه. لكن لو انت مش عايزه تخليه يقفش كده معاكي، يا ريت حطي اللبن يبقى سخن. تمام. يبقى كده بعد ما كرملنا السكر نزلنا عليه بكوبايه من اللبن وكوبايه الا ربع من السمنه. تمام. كوبايه من اللبن، كوبايه الا ربع من السمنه. انا كده خلاص كل الخليط ضاب معايا، وهسيبه لغايه لما يبرد تماما. تمام. ودي المكونات الجافه بتاعتي، هنزل عليها بالسكر المتكرمل واللبن والسمنه اهو. وفي الحاله دي مش بنعجن، احنا بندخل المكونات في بعض. وادي شكل الهريسه بتاعتنا عامله زي الرمله المبلوله. تمام. جبت الصينيه اللي هندخلها الفرن، ونزلت عليها بمعلقه من السمنه. ده بطنتها بمعلقه من السمنه. عايزه تبطنيها بمعلقه من الطحينه برضو، حطي لها معلقه من الطحين لو عايزه تبطني بيها يعني. انا عملت معلقه من السمنه. تمام. فردت الهريسه بتاعتي. تمام. وكان عندي شوية فول مجروشين في التلاجة، فحطيتهم على وش الصينية وضغطت عليهم كده عشان الفول يمسك في الهريسة بتاعتنا، عشان لما انزل عليها بالشربات ما يطلعش مننا. تمام. انا كنت في الحالة دي عاملة كان الشربات على العين التانية. حطيت كوباية من السكر، كوباية ونص من المية، عصرة نص ليمونة، وسبتهم لغاية لما الشربات بتاعنا يبقى يتماسك ويبقى كويس يعني، فاهمين؟ طيب كده الهريسه بتاعتنا طلعت من الفرن. طبعا هتبقى الفرن سخنه من قبليها. تمام. في الرف اللي في النص هنشغل تحت، بس ما خدتش لون من فوق، نشغل الشوايه هنخلينا واقفين جنبيها. تمام. الهريسه كانت طالعه سخنه، والشربات بتاعنا كان سخن. تمام. نزلت عليها، وبتبقى الشربات بتاعنا مش خفيف ولا تقيل، فاهميني؟ يعني بيبقى وسط. ونزلنا عليها هما الاتنين سخنين، الشربات والهريسة. تمام. وغطيتها عشان تبقى معانا طرية اهو. وكده بعد ما بردت شوية، يعني هي كانت دافية ما كانتش باردة قوي، بس لو يستحسن تسيبيها لغاية لما تبرد خالص. هي كانت دافية يعني مش طالعة حتى الخرطة وحطيتها قوي، لكن لما تبرد تماما هتبقى تحفة، وهتطلع القطعة بقطعتها وحلوة جدا ومرملة وطرية وطعمها خطير. ادي شكل الهريسة بتاعتنا، الهريسة الاسكندراني. تحية للاسكندرانية كلهم. مع السلامة حبيبي، اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.